نيجي بقى البارت 3 عشان انا زهقت بصراحه، حاسه ان القصه طولت. المهم بقى ايه، اول ما الفجر اذن وكل الاصوات اللي كانت موجوده دي خلصت، قمت انا قلت بقى اتاكدت ان في حاجه اساسا وان انا ما كانش بيتهيألي. وقتها بقى خاله قال لي ايه، نهاد البسي وانزلي دلوقتي وهبعت لك اللوكيشن عشان تروحي العنوان عندي في الشقه، خلي البواب يستناكي وتاخدي مفاتيح الشقه باتي فيها وشوفي لو عايزه تاخدي حد من صحابك. قلت له لا يا خالو انا هنزل على طول. المهم نزلت بقى ساعه الفجر، لبست ونزلت، عملت اصلا مغامرات عشان انزل لان الاسانسير وقتها كان بشفره، فطبعا والبوابه تحت بتتقفل. فانا بقى اخدت جهزت حاجتي، خلصت كل حاجه، فتحت باب الشقه وقفلتها، وبعد كده عرفت المفتاح، فضلت ماسكه مفتاح ان ده مفتاح باب الشقه. وبعد كده اخدت الشنطه بتاعتي واخدت الشفره، نزلت بالشفره تحت عشان اشوف البوابه مفتوحه ولا لا. الحمد لله لقيت ان البوابه مفتوحه، فطلعت تاني بالشنطه وعملت الشفره عشان تنزلني تحت الدور الارضي، وفضلت سايبه الشنطه بتاعتي على الباب بتاع الاسانسير عشان ما يتقفلش. وبعد كده حطيت المفتاح في الباب وقمت قافله الباب وقمت نازله قعدت في الشارع. كان وقتها الفجر بيدن تقريبا الساعه 4:30 او 5 الا تلت حاجه كده. نزلت بقى قعدت تحت في الشارع تحت البيت على طول في رصيف كده قعدت، وكانت هدى صاحبتي واخوها جايين عشان ايه، يقعدوا معايا. المهم قالوا لي طب احنا اللي نازلين اهو. انا نزلت بقى، ما استحملتش ان هم يجوا يستنوني، ما استحملتش ان انا اقعد في البيت، نزلت. المهم انا قاعده بقى على الرصيف ولقيت واحد جاي بقى من الصيدليه اللي كانت تحت البيت، لقيته بيقول لي يا انسه يا انسه، هو حضرتك قاعده ليه كده؟ هو في حاجه؟ هو حضرتك تايهه؟ هو حضرتك ضايعه؟ وانا عايزه اقول لكم ان انا كنت متهانه قوي اليوم ده. قلت له لا ابدا، انا بس مستنيه ناس صحابي وكده. طب حضرتك تعالي عودي عندنا في الصيدليه طيب ارتاحي. قلت له لا تمام تمام انا قاعده طب يا نجيب لك حاجه تفطري؟ قلت له لا فطار ايه، ربنا يكرمك الله يخليك، هما هيجوا ياخدوني عشان احنا رايحين على المنصوره. المهم ايه، لقيت الناس عماله يا عيني تتزمزق عليا وتتصعب عليا، فاخدت نفسي وعديت الناحيه التانية. كانوا في بقى الناس بدات تجري في التراك اللي هو بيبقى موجود على البحر ده، فاخدت نفسي واخدت شنطتي وعديت الناحيه التانية وفضلت قاعده. هدى بقى تقولي طب تعالي باتي عندي، اقول لها لا. طب تعالي نعمل كذا، اقول لها لا. طب تعالي نفطر، اقول لها انا عايزه انام، روحيني انا عايزه انام. اخدت تاكسي ورحت الموقف الجديد، ركبت الموقف الجديد وبمنتهى الهدوء اللي في الدنيا ركبت. فضلت نايمه طول الطريق ال3 ساعات بتوع من اسكندريه للمنصوره، فضلت نايماهم وجيت اخدت دش ونمت. ماما تقول لي جيتي ليه؟ اقول لها لما اصحى احكي لك، اما اصحى احكي لك. خاله بقى اللي اتصل بماما قال لها بنتك جت. بنتك فين؟ انا بكلمها وما بتردش. قالت له ده هي نايمه. قال لها ده بنتك شافت حته ليله يا امان، لو حد فينا كان شافها ما كان